كابتن زيزو، يعني لو انت هتبقى مكانه، في اكيد نقاط ضعف موجوده جوه النادي الاهلي لازم تكون اتعالجت قبل هذه المباراه. بص، اي مدير فني هو داخل بيبقى عارف اكيد الامكانيات الفرقه اللي قدامه، ما فيش شك طبعا في فاروق. فبالتالي نمره واحد النادي الاهلي بيفكر فيها ان هو اوريدي بيلعب بشكل جماعي دلوقتي، فريق بقى بيلعب بشكل جماعي، فهو ما عندوش مشكله في فرقته. هو بيبص للفريق الثاني، هل النهارده هيبقى مدافع؟ هل هيقابلني نص ملعب؟ هل هيقابلني ضاغط من البدايه؟ يعني يمكن كابتن طارق وهو بيتكلم مع كابتن احمد بيقول ان ممكن يبقى حماده طلبه مثلا في الحته الفلانيه. هو ميدو قايل ان في مفاجاتين، يعني هم مين ما نعرفش، بس هو يعني حاسس ان هو بيفكر في حازم امام تاني، ممكن بيفكر فيها. وارد ان هو يلعب حازم امام، ان هو يستغل جبهه حازم وعمر جابر مع بعض، هم الاثنين يعملوا جبهه قويه. نادي الزمالك يعيبه عن السنه اللي فاتت الاداء الجماعي. نادي الزمالك السنه اللي فاتت كنت وهو قاعد كده عارف ان هيكسب في اي وقت، يعني انت حتى واحنا كان وصل لنا ده ان انت وانت قاعد بتتفرج على نادي الزمالك، لا هيكسب فريق عنده امكانيات، عنده لعب جماعي، عنده حلول فرديه، عنده مدير فني كبير. النهارده نادي الزمالك بقى سهل، النهارده جاي من تعادل من سموحه، خسران من الاسماعيلي في اسوأ مباراه لنادي الزمالك، فعنده كمان اللي يعيبه اللعب الفردي. بقى عنده النهارده كهربا عايز ياخد الكره ويروح، ايمن حفني الكره بتجيله خلاص، كل الناس عايزه ايمن حفني هو اللي يخلص الليله. مصطفى فتحي نفس القصه، دلوقتي اعتمدوا عليه بشكل كبير. كمان باسم مرسي مش في حالته الطبيعيه، كمان شيكابالا عليه ضغوط كبيره. فهو اوريدي نادي الزمالك، يمكن هرجع لنقطه كابتن احمد سمير لما قال ان التعادل مش هيفيد نادي الزمالك، لا هو هيفيده الفتره اللي جايه. لو فاده ان هو ما يخسرش، هو مش عايز يخسر يبعد، لكن لو تعادل، لانه كان في ظروف عكسيه عليهم، ان الملعب هيتلعب، المباراه هتلعب في برج العرب ولا في القاهره ولا فين، التشتت ده جاي لعيبته. فبالتالي لا، هو الزمالك عنده النهارده اداء طيب فردي اكتر منه جماعه. طيب.